وممكن حد يطلب اوردر بعد ما انت تشتريه يلغيه وتلبسه انت. هو عادي ممكن يتكنسل منك اوردر في اليوم، ممكن اوردرين او ثلاثة، بس مش انت اللي بتلبسه، الشركة اللي بتتحمل التكلفة. بس انت تعمل خطوات صح، تاخد الاوردر ترجعه للمطعم. اما المطعم هيستلم منك الاوردر ويرجع لك فلوسك، او يقول لك انا ما بستلمش الاوردرات المتكنسلة. هتروح انت باعت للشركة، هتقول الشركة تقول لك سيب الاوردر في المطعم وصوره. هتسيب الاوردر في المطعم وتصوره، وتروح بعت الصورة للشركة واخد الشات اللي مع الدعم ده سكرين، وفي خلال 48 ساعة الفلوس دي بتترد لك. هو ده النظام في الطلبات. انما انت تلبس اوردر، لو اتكنسل منك وانت بقى شغلت دماغك وصورت الاوردر وما سبتوش في المطعم ورحت خدت الاوردر كلته، والشركة بنسبة كبيرة بتعرف، لان المطعم بيبعت المندوب خد الاوردر ما سابهوش، بتروح ما بتنزلكش، ما بيتنزلش التعويض بتاع الاوردر. بس ده باختصار. انما انت مثلا تدفع اوردر ويتكنسل وانت اللي تشيل ثمنه، وانت ذنبك ايه؟ لا لا، الشركة اللي بتشيل ثمن الاوردر.